مساء الخير يا حلوين. طبعا الكرنب ظهر في الأسواق وبقى مليان السوق كله كرنب كرنب كرنب. يلا بينا نعمل محشي الكرنب اللي هيدفينا في الشتاء الجامد ده، وطعمه بيكون تحفة جدا وهو لسه نازل من على النار، وبيدفينا بقى جدا، ما بنستغناش عنه طول الشتاء. شايفين البخار بتاعه طالع وهو لسه نازل من على النار؟ شكله تحفة وطعمه كان حلو جدا، والطريقة بتاعته ان شاء الله هتعجبكم، ولانها طريقة بسيطة جدا وسهلة مش هتغلبك في اي حاجة. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك. ويلا بينا نبدأ بالمكونات بتاعتنا. طبعا اول حاجة هيكون عندنا كرومبة بقى حلوة كده عشان تقضي العيلة. معانا كمان الرز بتاعنا، طبعا هتنقيه، او لو هو اللي بيكون متنقي ونازل على طول على التسوية. معانا كمان 4 بصلات مبشورين. معانا كمان الخضرة بتاعة المحشي، شبت وبقدونس وكزبرة من كل واحدة حزمة. معانا التوابل بتاعتنا، معلقة كبيرة ملح وفلفل، ومعلقة كبيرة من النعناع، ومعلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة من الحبهان، معلقة صغيرة من البهارات، معلقة صغيرة ملح بكمون. معايا كمان مرقة دجاج والثوم بتاعنا، طبعا هنفرمه دلوقتي. ومعايا كيلو من الصلصة او كيلو من الطماطم اللي بقت صلصة احنا سبكناها. ومعايا طبعا زيت هنحتاج منه نص كوباية عشان لما نيجي نعمل البصل. دلوقتي هنحط حلة على النار ونحط فيها مية تغلي، وهنحط طبعا معلقة كبيرة من الملح. هنبتدي نجيب الكرنبة بتاعتنا، طبعا هتشيلي الأوراق اللي بره الخضرة ما ترميهاش، هنحتاجها. وتبدأي ان انتي تاخدي الكرنبة من جوه وتطلعي القلب بتاعها زي ما انتوا شايفين معايا. واول ما المية تغلي هتنزلي الكرنبة كلها. طبعا لو الحجم بتاع الكرنبة زي ما انتوا شايفين يقضي الحلة يبقى تمام، ما يقضيش هنقسمها نصين. كده احنا هنبتدي نسلق الكرنب. طبعا عشان هي لسه كبيرة فقبة كده، فهقلبها على الوش التاني. وهتاخدي معاكي بقى طبقة طبقة تكون اتسلقت كده تقريبا 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده، عشان ادخل المية السخنة فيها من جوه، وابتدي ان انا اسلقها من جوه ومن بره كلها تكون اتسلقت. هاخد دلوقتي طبقة طبقة زي ما قلتلكوا، واشيله اللي اتسلق بشيله. شايفين بقت طرية معايا ازاي؟ 5 دقايق بس، مش محتاجة ان هي تقعد اكتر من كده. هشيل بقى طبقة طبقة. لغاية لما اوصل للاخر اللي في النص خالص. هجيب بقى طبقة من الكرنب واقسمها نصين كده على بعض، اطبقها نصين على بعض، وابتدي ان انا اشيل الاطراف بتاعتها، وبعد كده الفها زي ما انتوا شايفين كأنك بتلفي ورقة عادي. هتبرميها كده للاخر خالص.
انا بس شلت الحتة اللي هي العرق بتاعها. وتبتدي ان انتي تقسمي 4 صوابع وتقطعيها، 4 صوابع وتقطعيها. وتاخدي بقى من اللفات بتاعتك تفتحيها وتبداي ان انتي تقطعيها برضو 4 صوابع وتقطعيها زي ما انتوا شايفين كده. يمكن كل الغلبة في الكرنب هو بس تقطيعه، لكن الموضوع كله سهل وبسيط. حتى طريقة اللف، في طريقتين لللف هوريها لكم دلوقتي. دلوقتي هجهز بقى الرز بتاعي. اول حاجة هجيب الحلة واحط فيها ال4 بصلات المبشورين ونص كوباية من الزيت، واقلبهم بقى كويس قوي لغاية لما يبتدوا يتحمروا. طبعا هنزل معاهم الثوم اللي انا عاملاه، هنزل نص الثوم المفروم، هنزل نصه دلوقتي، هخليه يتشوح مع البصل لغاية لما يدينا اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده. هديله بقى تقليبة. مجرد ما يبقى تمام هنزل بقى بالصلصة بتاعتي، كيلو من الصلصة. طبعا الصلصة دي متسبكة، هسيب لكم اللينك بتاعها فوق، هيظهر لكم دلوقتي في علامة الاي. زي ما انتوا شايفين معايا نزلت كل الصلصة، وهبتدي بقى اقلبها مع البصل. وطبعا هحط التوابل بتاعتي، معلقة كبيرة من الملح بفلفل، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة من الحبهان، حبهان مطحون، معلقة صغيرة من البهارات، معلقة كبيرة من النعناع، معايا كمان معلقة صغيرة من الملح بكمون، وادي مرقة الدجاج. واقلبهم بقى كويس قوي. تمام كده قلبتها. نص الثوم اللي معايا اللي انا كنت سايباه دلوقتي هنزله. بعد كده هنزل بالخضرة بتاعتي اللي هي حزمة من الشبت وحزمة من البقدونس وحزمة من الكزبرة، مقطعاهم تقطيع صغير. هديها برضو تقليبة. ودلوقتي هكون نقيت طبعا الرز وغسلته وهنزل بيه وهقلبه لغاية بس ما يدي لون كده، كلهم يدخلوا في بعض، الصلصة مع الخضرة مع البصل مع الرز. مش هقعده على النار كتير لان التسوية بتاعته هتكون كلها مع المحشي. خلاص بقى كده تمام، قلبتهم وكلهم دخلوا في بعض زي ما انتوا شايفين كده. هتبداي ان انتي تحطيه بقى تفرديه عشان يتهوى شوية عشان تقدري ان انتي تشتغلي بيه، او هتجيبي بقى معلقة صغيرة وتبداي ان انتي تلفي بيه على طرف المعلقة الصغيرة، وهتجيبي ورقة من الكرنب وتحطيها. اللفة بتاعتك يا دوبك بس من لفها كده بتكون زي الصباع، لفة عادية ما فيهاش اي حاجة. زي ما انتوا شايفين سهلة ازاي. على طرف المعلقة باخد الرز بوسطنه وابتدي ان انا الفها عادي جدا. وده طبعا بقية الكرنب. وسبت الرز يهدى شوية عشان اقدر اوريكم الطريقة التانية. ودي كده الحلة اللي هحط فيها الكرنب. معايا الورق اللي انا شلته من الاول فرشته تحت،
عشان لو اتلسعت سنة يبقى اللسع ده في الطبقة اللي انا حطاها من تحت مش المحشي. دي الطريقة التانية. بتاخدي الكرومبوية الورقة بتاعتك، بتحطي فيها الرز وبتتني حتة كده من الطرف اليمين والشمال وتبدأي ان انت تلفيها. ده لو انت شايفة ان الرز ممكن يطلع منك من الجناب من الطريقة الاولى. هتبدأي ان انت ترصي بقى في الحلة بتاعتك جنب بعض. حاولي ان انت ما تسيبيش اي مسافة طبعا، وتكوني مجهزة معاكي الشوربة سواء بقى شوربة بط او فراخ اللي انت حباه. وهنجيب 4 ورقات من اللوري كده نحطها على الوش ونبتدي ننزل بالشوربة وهي مغلية، ونحطها على نار هادية. طبعا بتحركي بس الشوربة او المحشي يعني عشان تتأكدي ان الشوربة نزلت تحت، ولو احتاجتي ان انت تزودي شوية تمام، بس احنا شايفين كده تمام ان هو مش محتاج. وتسيبيه بقى على نار هادية تقريبا معاكي نص ساعة. برضو تقدري ان انت تفتحي عليه وتشوفي هو استوى ولا لأ. زي ما انتوا شايفين هو كده تمام. والواحدة بقى بوحدتها ما اقولكوش بقى على الطعم، كان تحفة جدا. طبعا تقدري تقدمي بقى جنبيه اي حاجة سواء فراخ او بط او لحمة، تمام يعني الحاجة اللي انت حباها. ممكن يتاكل كده قرداحي، مفيش اي مشكلة عندنا. دي الحاجة الرسمية والاساسية في الشتاء عشان نتدفى. شايفين بقى الشكل والطعم كان تحفة. الواحدة بوحدتها وكله تمام. حتى كمان اللي فيه الطريقة يعني او الصوابع بتاعته اتحرقت سنة بيبقى طعمها تحفة، بنقعد نتخانق عليها اصلا. بس هو الحمد لله طلع تمام، ما اتحرقش منه حاجة. وتقدري لو بات معاكي معلقة من السمنة او الزبدة وفي طاسة وتسخنيه بيهم، طعمه بيكون حلو جدا. شايفين قد ايه طري؟ يلا بينا ندوقه بقى. لا استنوا ناخد واحدة كمان. ودلوقتي القناة هتطلع لكم، اشتركوا فيها ما تنسوش، ودعموني بلايك، واكتبوا لي كومنتات بالاكلات والوصفات اللي حابين تعرفوها الفترة اللي جاية.